الصراحه المنتخب المصري اليوم كان كيستحق الانتصار. هذه المقابله اللي قدمت ضد المنتخب النيجيري كان كيستحق الانتصار، لان كان مسيطر على الكره، كانت جميع الفرص متاحه للمنتخب المصري، رغم انه كيتلقى جوج ديال الاهداف كيتلغاو بسبب الاخطاء للمنتخب النيجيري. ولكن غنقولوا الحقيقه بان المنتخب المصري اليوم ماشي هي هذه المقابله اللي لعب ضد المنتخب السنغالي. كل لعب هذا المستوى اللي لعب اليوم ضد المنتخب النيجيري كان كينتصر على المنتخب السنغالي، ولكن اليوم كنشوفوا تراجع من المنتخب النيجيري اللي قدم واحد المستوى ماشي هو اللي قدم ضد المنتخب المغربي، قدم واحد المستوى اسطوري ضد المنتخب المغربي. اليوم في هذه المقابله هذه كنشوفوا بزاف ديال الاخطاء من طرف المنتخب النيجيري ومن طرف المنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري كان قريب من الانتصار، كان قريب من التهديف، لانه الصراحه صنع بزاف ديال الفرص، صنع بزاف ديال المحاولات. هكا كنعرفوا شكون هو المركز الثالث اللي هو المنتخب النيجيري. اسطوره في المركز الثالث هذا المنتخب النيجيري، يعني 9 ديال المرات هو كيحصل على البرونزيه كاس افريقيا.